انك تكره شخص هذا حق مطلق لك لوحدك، اكرهه كيفك. بس يا اخوي لا تساهم بان الناس تكرهه معاك، تقعد تذم فيه بكل مكان، ما يصير. في ناس سبحان الله اذا كرهوا شخص يبون كل اللي حواليهم يكرهونه معاه، ما يصير اخوي، شو الانانيه؟ روح اكرهه بروحك، غصب نصير معاك. النوعيه هذه من الناس اللي اذا ما كرهنا معاه يزعل علينا، هذا اطردوه من حياتكم كلها، لان هذا اشد انواع النفسيات في تاريخ الامم، اطردوه. ما يصير يا حبيبي، ما يصير. انا ماني موقع معاك عقد احتكار، اذا انت زعلت انا ازعل، اذا انت رضيت انا ارضى، ما يصير. انت بروح وانا بروح، انا انسان عندي عيون بروح، خشم بروح، حلج بروح، هذول حقي انا بروحي، قلب بروح، احاسيس بروح. ما يصير اذا زعلت انا ازعل معاك. واللي يقول صديق عدوي عدو عدوي، هالخرابيط الامثله هذه فاشله، امثله فاشله ما تنطبق على زمننا. هذا كان له حدث معين قبل مفصل عليه وبس. انت اصلا انت اذا زعلت على زعله فلان، يعني فلان زعل وانت زعلت معاه، شكلك يصير ماسخ. لو فلان هذا راح تراضى مع المزعول به، انت راح تسوي؟ لذلك الله سبحانه وتعالى خلقك بشخصيه منفرده، بشخصيه بروحك. يعني الله خلقك بروحك، انت تروح تخلق منك كذا شخص، اذا زعل فلان انا ازعل معاه، غلط.